تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون إلا هو عالم الغيب والشهادة الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز. يكفي ويكفينا شرفا ويكفينا فخرا ويكفينا إرعابا لمن عاد البلاد والعباد والدين أن يسمى هذا اليوم بيوم الشهيد. أجل عزة هذا الوطن نقول للشهداء هنيئا لكم أنكم عند الله أحياء ترزقون. أشتغل إذاعة الجهوية عائلتين الشهيدين علي القنطيني ورضا الشابي. أشتغل حضور وباسمكم جميعا أجدد الترحم على كافة شهداء الوطن الأبرار. احنا اليوم تلمينا لإحياء الذكرى التاسعة لشهداء الأمنيين اللي اغتالوهم. ما نقولش ما نجمش نسميهم شكون اللي اغتالهم، خاطر ما يرتقيوش باش نقول عليهم اشخاص ولا اناس، ولا خاطر الامنيين يدافعوا على بلادنا، على حرمه بلادنا، على نظامها، على امنها، على استقرارها. هم يجيو يغتالوهم يقتلوهم. هما الشهداء نتاعنا ان شاء الله في الجنان. وكل شهيد تقعد ديما قيمته عظيمة عند المواطنين، ويكون خير قدوة للأمنيين اللي توا اللي هما يقول كان دفاعا على بلادي. مثالش ما يغلاش الروح متاعنا حتى كي نموت شهيد. أنا ديما يوميا جاهز باش نموت شهيد دفاعا على الوطن العزيز هذا. ربي يرحمهم وعائلاتهم. احنا معنا واقفين توا الشؤون الاجتماعيه والامنيين الحقيقه ما نساوش العائلات نتاع الشهداء هذوما. وان شاء الله ربي لا يعاود علينا على الاحداث هذه. احنا توا تقريبا عنا مده سنتين في القصرين حتى عمليه ما وقعت، بل بالعكس الانتصارات الامنيه اللي موجوده توا كما تلاحظوا على الحدود في كل شيء ما وقع حتى شيء الا بعض الالغام اللي في الغالب ما نجمناش نحميهم. مي ان شاء الله دخلنا في مرحله جديده اللي الامنيين الكل واقفين مع بعضهم اوني اي سوليدير مع بعضهم الكل باش يدافعوا على بلادنا ولا حدودنا من كل المظاهر اللي تهدد البلاد، حتى الحدود والاجانب وحتى السميد اللي توا عندنا هالنهارين. اما كونوا متاكدين من حاجه، احنا الكل يد واحده باش ندافعوا على بلادنا لما فيه خير امتنا وما فيه خير بلادنا. وزيد احسن حاجه اللي هي ما نزيد نقولها هي كوني ربي يعطانا الغيث النافع بكميات خارقه العاده. ان شاء الله الامطار هذه تعود بالنفع على الغراسات وعلى الإنسان وعلى الآبار وعلى المائدة المائية اللي إن شاء الله في الصيفة هذه ما نعيشوش اللي شفناه عمناول.